بعد رحلة قضائية شاقة وجملة من التحقيقات والمرافعات، أصدرت محكمة الكرخ قرارها بالسجن لمدة 7 سنوات والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأفراد عصابة النائب حميم، وإصدار أمر القبض بحق النائب المتهم، وتكليف قوة البرلمان بتنفيذ القبض لإصدار الحكم العادل بحقه. استطعنا وبنصر عظيم من القضاء العراقي وقوفه معنا واستقلاليته وحياديته وعدم تأثره بالضغوط اللي كنا يعني نعتقد جازمين بأنه مورست ضد قضائنا العادل اللي هو بعيد جدا عن الرضوخ لأي ضغط خارجي أو سياسي أو غيره. مؤسسة الجورنال الإعلامية رحبت بقرار القضاء الذي أنصف الحق. رئيس التحرير الإعلامي الدكتور أحمد الصالح أشاد بالدور الكبير والجهود القضائية التي منعت المال الحرام والتأثيرات من التسلل لكواليس السلطة القضائية، والحرص على نظر القضية بموضوعية وحيادية من قبل مجلس القضاء الأعلى في رحلة البحث عن الحقيقة. الأوساط الإعلامية وجدت القرار خطوة رادعة لكل من تسول نفسه الاعتداء على المؤسسات الإعلامية والإعلاميين ممن عاثوا بالأرض فسادا من الفاسدين المتضخمين على حساب المال العام. نعتقد أن القضاء العراقي يتعامل بمهنية مع الملفات التي تتعلق بوسائل الإعلام العراقية، وعلى مدار السنوات الماضية قد أنصف القضاء العراقي الكثير من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بمشاكل التغطيات والتحرك داخل البلاد. أنا أعتقد أن القضاء ربما هو الآن الحامي الأساسي للمؤسسات الإعلامية العراقية وكذلك للصحفيين المستقلين. وكانت مؤسسة الجورنال قد تعرضت لاعتداء منظم وعملية سطو مسلح تعد الأكبر في العراق من قبل مجموعة مسلحة تابعة للنائب حميم صاحب مصرف هاء بتاريخ 2019 على الاستيلاء على سيرفر يحمل وثائق تخص غسيل الأموال وسرقة ممتلكات الشركة المالكة لمشروع قناة ال7C ووكالة الجورنال الإخبارية، واحتجاز وترويع العاملين فيها تحت تهديد السلاح والاستتار بحصانة مجلس النواب تهربا من القضاء.